ونرجع لسنة 1902 مع الأفلام بتاعتها اللي شفت فيها 7 أفلام. نبدأ برقم 7، The Coronation of Edward VII لجورج ميلير. قصته ببساطة، الملك إدوارد السابع بيتم تتويجه للملك، وتقريبا الفيلم اتصور مرة واحدة بس أنا مشفتش قط، والفيلم كله بالممثلين تقريبا بيمثلوا مرة واحدة. ونيجي لرقم 6، فيلم ذا ليتل ماتش سيلر، الفيلم الكئيب اللي بيحكي عن طفلة في الشارع في التلج، في عز التلج بكبريت يدفيها الحاجات اللي نفسها فيها زي بيت وعيلة وأكل. والمفروض بقى من الأفلام اللي هي الجينيريك اللي المفروض طفلة بعد كده حد ينقذها، لأ بتموت وبيجي حد ياخدها عشان خلاص تروح الجنة. ونروح لرقم 5، فان ان بيكري شو من توماس إديسون، وحكاية إن واحد في فرن عاش قعد يلعب بالعجينة يحدفها على أصحابه ويعمل بقى وشوش. هو أنا بقول كلمتين عشان الأفلام ممكن ما تبقاش دقيقة أصلا ولا دقيقتين، فندخل في الفيلم اللي بعده. نيجي رقم 4 لفيلم أنكل جوش at the moving picture جو، فيلم لتوماس إديسون، وقصته إن جوش بيتفرج على فيلم وبيبين لك ازاي الناس ساعتها كانت بتشوف الافلام ازاي، زي ما القطر يجي عليه فاتخض ورمى نفسه في حتة تانية. الفيلم قصته حلوة، انت تتفرج على فيلم جوه فيلم وواحد بيبص لك وبيبص على الفيلم. ونيجي رقم 3، جيلفرز ترافلز. قصة الفيلم ان عملاق بيروح لمدينة الأقزام زي جاك بلاك كده والأفلام التانية، والفيلم بالألوان بس هو مش متصور بالألوان، ده بعد ما اتصور لونوا الفيلم. نيجي لرقم 2 لفيلم علي بابا واللصوص والأربعين، كاتبينها بس مش لازقين الحروف جنب بعض عقلي كده، ومش فاهم طبعا أي حاجة عشان ده فيلم فرنسي. بس انت مش محتاج تتفرج على فيلم ان انت تفهم الكلام، السينما بتتفهم كده عادي، فواحد يقف قدام باب هيقول ايه افتح يا سمسم فالباب يتفتح. وحاجة حلوة انك تلاقي التأثير العربي في السينما من زمان اوي كده. رقم 1، فيلم تريب تو مون. الفيلم اللي انا كنت بفكر ان هو يعني هو كان من زمان بس كنت بفكر هو في 1915 20، فطلع واتنين. احلى فيلم، رحلة الى القمر، من احلى الافلام، وفيلم تشوفه حلو يعني لغاية دلوقتي حلو قصته يعني. وانت لو ركزت معاه وهم رايحين القمر بيتغطوا ببطانية في عز في القمر كده عادي وفي جو في القمر، فتتفرج عليه. بس اللي هو ايه، فيلم اللي هو من اول الافلام الخيال العلمي. بس كده، سلام.